الخير او مساء الخير. وبما انك بتتفرج ده معناه ان انت لسه بتتنفس، بتعمل شهيق وزفير بسهوله. العمليه اللي بتتم اكتر من 20,000 مره في اليوم من غير ما نفكر فيها. بس الحقيقه ان مش الكل كان محظوظ. اللي انت شايفه ده مش مشهد من مسلسل رعب، ولا دي زنازين تعذيب. دي آلة كانت بتفصل ما بين الموت والحياه لجيل كامل. والمكان ده كان المكان اللي بتتكتب فيه اخر فصول الحياه او بدايه حياه جديده. وعشان تفهم الموضوع ده تعالى نرجع بالزمن لسنة 1940، وقت ما كانش لسه في انترنت ولا كان لسه في لقاحات، بس كان في مرض واحد قادر يعمل رعب لكل بيت في العالم، هو مرض شلل الأطفال. شلل الأطفال أو البوليو. مشكلة البوليو إن هو بيصيب الجهاز العصبي، العضلات كانت بتتشل زي الإيدين أو الرجلين، بس الكارثة الحقيقية لما كان بيصيب الجهاز التنفسي، عضلاتك اللي بتخليك تعمل شهيق وزفير ببساطة كانت بتوقف شغل. لما العضلات دي بتوقف شغل المريض كان بيموت مخنوق. والكارثه الحقيقيه ان دي كانت بتحصل للاطفال. تخيل طفل بيجري ويلعب فجاه ينام ويصحى مش قادر ياخد نفسه. مأساة حقيقيه. هنا بقى بيجي دور الدماغ. الاطباء والعلماء كان لازم يدوروا على فكره تخلي شخص مشلول يتنفس، فكره بره الصندوق. والحل جه من هارفارد سنه 1928. فكره بسيطه بس مجنونه. تخيل نفسك جوه علبه صفيحه عملاقه مش باين منها غير راسك بس، والعلبه دي شغاله بفكره مضخات الهواء. الآلة بتشتغل بنظرية اسمها نظرية الضغط السلبي الخارجي أو قانون بويل. الفكرة ببساطة الآلة بتسحب الهواء من جوه الصندوق، فاللي بيحصل إن الضغط بيقل، فبيبتدي صدرك يتمدد لا إراديا، فالهواء يدخل للرئتين فتعمل عملية الشهيق. بعد كده الآلة بترجع تدخل الهواء للصندوق، فالضغط يزيد، صدرك ينكمش، فالهواء يخرج وتحصل عملية الزفير. والآلة دي كانت بتشتغل بالإيقاع ده 20 مرة في الدقيقة. الآلة دي بتتنفس مكانك، بتعمل عملية شفط ودفع بسيطة بتخليك على قيد الحياة. وده بيفسر صور الأطفال اللي شفناها في الأول، لازم يكونوا محبوسين جوه العلبة الحديد ديت علشان خاطر نظرية الضغط تقدر تشتغل ونخليهم يتنفسوا. كانت أوض المستشفيات في الخمسينات عبارة عن صفوف من العلب المعدنية دي. متخيل الحياة جوه الآلة دي كانت عاملة ازاي؟ الموضوع ما كانش بس تحدي طبي. شايف الممرضة اللي في الصورة دي؟ كان مطلوب منها تعمل كل حاجة للمريض اللي موجود ده من خلال الفتحات الصغيرة اللي انت شايفها، زي ان هي تحافظ على نظافته او تغير له او حتى تهرش له. كمان كان مطلوب منها تأكله وتشربه في الوضعية اللي هو عليها دي. الموضوع كان محتاج صبر خرافي ومهارة اعلى. وكان بيقال ان صوت الرئة الحديدية اللي هو صوت الشفط والدفع بتاع الهواء ده هو الصوت الوحيد المطمئن في الاوض بتاعة المستشفيات، صوت ان مازال لسه في حياة. واللي انت شايفه ده بول الكسندر. بول الكسندر عاش في الرئة الحديدية اكتر من 70 سنة لانه اصيب بشلل الاطفال سنة 1952 وهو عنده 6 سنين، وفضل عايش في الرئة الحديدية دي واكمل دراسته الجامعية واشتغل كمحامي، وكمان ألف كتاب حكى فيه قصة حياته، وتوفى سنة 2024. والى الان ما زالت مارثا ليلارد عايشه جوه الرئه الحديديه لانها اصيبت بشلل الاطفال سنه 1953. لكن زي ما بنقول ان دايما الامل بيجي من المعمل، علشان كده الاسطوره دي كان مقدر ليها ان هي تختفي. سنه 1955 جه عالم اسمه جوناس سالك وقدم للعالم هديه غيرت كل حاجه، لقاح شلل الاطفال. فجأة الأوبئة بدأت تقل والحاجة للرئة الحديدية بدأت تتلاشى، وبدأنا نستبدلها بأجهزة أصغر شوية وكفاءتها كمان أعلى، اللي هي أجهزة التنفس الصناعي اللي بنشوفها حاليا في العناية المركزة. الرئة الحديدية مش مجرد قطعة أثرية من الماضي، دي شاهد على حقبة من الرعب الطبي والعبقرية البشرية في مواجهة المجهول. كل مرة بتاخد فيها ابنك أو بنتك عشان ياخد التطعيم بتاعه، كل مرة بتتنفس فيها بسهولة من غير ما تحتاج لآلة علشان خاطر تساعدك. افتكر كويس ان في اجيال كانت بتشوف العالم من فتحة صغيرة. افتكر كويس ان في علماء واطباء دفعوا كتير من وقتهم ومن جهدهم ومن اعمارهم عشان يخلونا نعيش دلوقتي حياة افضل. وافتكر ان العلم مش رفاهية، العلم هو اللي بيدينا النفس.